رسيل. ايوه رسيل، تفاجأتي صح؟ هو ده قالوا لي انك محبوس وما عاد تخرج من السجن. ومن قال لك اني ما عاد اخرج؟ اصلا هم قالوا لي ان اللي صدمته مات. ومن قال لك انه مات؟ ابي اللي قال لي. الرجال اللي صدمه رسيل يا بنتي قد مات. وابوش من قال له؟ واحد جاء عنده وقال له ان اللي صدمته مات وان انت ما عاد حتخرج. لا تكيدوا لي. ومن تزوجتي؟ ابراهيم عكاظ. الان دريتوا باللعبه كلها. ايش قصدك؟ قصدي واضح، واللي يحب لازم يصبر ويضحي ويحارب من اجل من يحب وما يستعجلش. وانت استعجلتي ورحتي تزوجتي، والشخص الذي صدمته كان في غيبوبه وقام من غيبوبته والحمد لله، وانا خرجت وهذا اللي حصل كله. يا قلبي. طيب يا رسيل انا ايش افعل؟ انا ابي غصبني، والله ان انا تزوجت غصبا عني. انا عارف انه غصبش. ومن اجل ايش غصبش؟ من اجل الفلوس بس. الله يستر عليش، تاخرت على زوجك. الله معش. حسبي الله في الذي هم صدقوا هرج شواني.